إذا من أهدافك زيارة مدينة وهران أجمل مدينة في إفريقيا والجزائر، هذا الفيديو لك سبيسيال. في هذا الفيديو راح نقدم لكم أفضل الأماكن السياحية في المدينة، وراح تعيشوا معنا تجربة مميزة فيها. نبداو الرحلة تاعنا تاع وهران من أهم معلم في المدينة، هو بلاص دار. من راح تلقاو هذه هي ساحة وسط وهران، تلقى هذه، راح تلقى هذه هي مكتبة أسسها الفرنسيون في الجزائر، وهي من راح تكون كي تكون في بلاص دام راح تكون في قلب وهران، وراح تكون ليك كل حاجة قريبة. وهران خاوتي تسمات على زوج اسبوع، هذه وهران معناها زوج اسبوع تسماو على وما كاش كيف تقول باللي زرت وهران وما زرتش سوق لاباستي. اكثر سوق شعبي في وهران واللي راح تلقى فيه وهران تاع الصح وحيوي بزاف الله يبارك. في المارشي تاع لاباستي راح تلقاو كل حاجه، مواد غذائيه، فواكه، خضار، اي حاجه تسحقوها راح تلقاوها هنا. الله يبارك، الحاله متنوعه. شوفوا بالك. بالضبط خاوتي نجربوا اشهر اكله في مدينه وهران اللي ما كاش كيف تجي لوهران وما تجربهاش. السلام عليكم عمو، كيف راك؟ لاباس؟ عزيز الحمد لله. كيف راك؟ لاباس؟ اول حاجه الحمد لله. نسقسيك اشهر اكله في وهران واش؟ كانتيكا سبيسياليتي تاعك؟ كان ريحتها يتشهي الله. خاوتي هاي التجربه تاعها خاطر بنا كاع ما نجيبش نوصف لكم، هذو من الاكلات اللي لازم تجي تجربهم باش تعرفوا البنا تاعها. الله يبارك. فما صحتك الله يسلمك. السر واش؟ السر تاع البنا هذه واش؟ تاع البنا في التخلاط تاعها كي خلطوها بريباراسيون. الله يبارك. شحال عندكم في الخدمه هذه؟ ولا كاليتي تاع الحمص. شحال عندكم في الخدمه هذه؟ انا من 88. وهذه يجوها زوار بزاف باش يذوقوها. سبيسياليتي اسبانيول. الله يبارك. كان يعيطوا لها كريانتي. فوصلت لكم؟ هي تاع قنطاي بالماكله. باش وصلت للاسبانيول داروها طحنوا الحمص وخلطوها. الله يبارك. هي عيطوا لها كريانتيكا. هذا حانوت تاع عدي الهواري. الله يرحمه. الله يرحمه. الله يجعل مثواه الجنه. خوتي بنا الله يبارك بزاف. ننصح كل واحد يجي السوق تاع لاباستي. واسمو الحانوت؟ حانوت تاع لاباستي. عندي الهواري. عندي الهواري. كي سمعتوا خاوتي تدخلوا السوق تاع لاباستي كيما وريتكم، حوسوا عليه، عطوا له اسمه يجيبوك ليه ديريكت. حتى اصلا كي تكون تمشي داخل السوق راح تشوف. في المارشي تاع لاباستي كي تكون فيه تحس روحك هاك في تايلاند ولا فلاشين ولا شوف الجزائر قاره. خاوتي خويا العزيز السلام عليكم، كيف راك؟ لاباس؟ وتغللو للببوش. عطنا واحد نجربه. واحد يستهلكوا بزاف. أكلة شعبية في وهران ولا؟ كاع معسكر الجزائر كما غرب الجزائر كامل يستهلكوا. بالجبل نص راه نص، واحد مش كي تكمله. لا ناكلوا هنا. معليش راه واحد. كيف انت كرصوتي؟ صحتك. لا دولتها كود بنا. هذا حبيبنا سيد، عطنا رايك فيها. اجبدها ولا واش رايك؟ بنا والله غير بنين. وكنجربوه تاع خوتي. اجبد يا خوتي.
مليحة. ضخ توصلنا لواحد من أهم المعالم الدينية في المدينة، هو مسجد تاع بنو باديس. أخوتي الله يبارك، يعتبر تحفة فنية دينية يعزز الوازع الديني عند الجزائريين والافتخار تاعهم دين الإسلام. الله يبارك. حي على الصلاة، حي على الصلاة. ضك خوتي شو الله يبارك، دخلنا للقاعة تاع الصلاة. شوف الله يبارك عليهم خوتي. هذه الحاجة اللي تغيظ انه وهران لو كان تغسل عليها العباد اللي ما يعرفوش يقول لك بلي وهران تاع صخرات، وهران حاشاكم تاع شراب. هي وهران راهي بلاد ومدينة خرجت بزاف علماء، خرجت اهل دين. الله يبارك دوك راني نمشي راهم يقراو قرآن في كل بلاصة، باسكو هذا المسجد منه مسجد ومنه دراسة قرآنية. الله يبارك عليهم. تسمى باش صحوا المعلومات من الفيديو هذا. خوتي كما قلت لكم وهران ماشي غير تاع هذوك الصوالح. الله يبارك خونا العزيز الأخ. السلام عليكم. السلام عليكم. كيف راك؟ لاباس بيا؟ ان شاء الله مرحبا. الحمد لله. ان شاء الله في بيت وهران. الله يسلمك. واش البيت تاعكم معنا؟ بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أما بعد أشكركم على زيارتكم بولاية وهران. أود أن أوجه تحية إلى جميع أي إنسان كان في سبب دخولنا إلى حفظ القرآن نشكره، خاصة مشايخنا وسادتنا. وبالمناسبة أود أن أوضح لكم كلمة عن من الذي يقول، يعني ليس بالكل ولكن بعضه من الذي يقول ولاية وهران تجد فيها الشراب، ولاية وهران تجد فيها الفسق، ولاية وهران. الله سبحانه وتعالى في القرآن لم يقل زين للناس حب الشهوات من النساء في وهران، بل قال جميعا في محكم تنزيله بعد بسم الله الرحمن الرحيم، قال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده الحسن المآب. الله سبحانه وتعالى لم يذكر فقط في ولاية وهران، تجد كله فسق في جميع البلدان، في بلد المسلمين بلد الكفار، وهذه هي حكمة الله سبحانه وتعالى. ولا بد علينا أن نراجع أنفسنا، ونحن لدينا بعض الإحراجات من هذا الناس من الذين، فنسأل الله سبحانه وتعالى الثبات لهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم، أن يهدينا، وأن يوفقنا فيما يحبه ويرضاه. وجزاكم الله كل خير. ربي يحفظك. وحبيت نطرح عليك واحد السؤال واحد آخر. السؤال هذا، المسجد تاعكم الله يبارك أنا نشوفه كبير، شحال تخرجوا حفظة قرآن؟ نعم أكيد. في السنة شحال تخرجوا اللي ختموا القرآن الله يبارك؟ يعني شوف، في ختم القرآن يعني لابد من درجات، ولكن في السنة هنا ولاية وهران لم تشتمل على حفظ القرآن فقط، يعني لابد هنا في السنة ما يكون 2 3 4. فهمت. ولكن بعض الولايات كولاية أضرار فتشتهر على إخراج من طلبة من آلافات الألوفات. الله يبارك. أنا طرحت عليك السؤال من هذا المنظور باسكو خطرة شفت أضرار الله يبارك يخرجوا بزاف، حبيت نعرف إذا أنتم مثلا تخرجوا هذا العدد. شوف، ولاية وهران خصص الله سبحانه وتعالى بالحفظ القرآن، لذلك اسمها تل. وهران، معسكر، غليزان، تلمسان، هادو خاصين أهل الصحراء، خاصين بأهل العلم. الله يبارك. تسمى انتوما كي نخزروا في التاريخ تاع الصح انتوما اهل الناس اللي تحفظ قرآن. وشو نقلب ماشي حنايا ناسنا اللي بكري، احنا بكري. الله يبارك. وشوف الصورة كيف انعكست وكيف قلبوها حاجة شينة على مدينة وهران، وهي لو كانت تولي للأصل شوية تفيق باللي انتوما الله يبارك الأهل اللي في الجزائر من بكري تحفظوا القرآن وتربيتوا عليه. احنا ما ناش نقولوا باللي وهران هي اللي فيها أكبر منطقة حفظ القرآن وأكبر منطقة آمنة من الفسق، لابد. صح نقولوا الساس كيف بدأ؟ أساس صحيح كما أساس طويل. الله يبارك. احنا في هذه العجالة من الوقت نود الرسالة فقط أن نقول لشبابنا ومجتمعنا من الذين يتهمون أو يقذفون بأن ولاية وهران كذا وكذا، الله يهديه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديه إن شاء الله. خويا العزيز ما بقى لي غير نقول لك ربي يحفظك. واش توصل رسالة للناس اللي تحب تجي لوهران؟ ألف مرحبا بكم، بارك الله فيكم. احنا ماذا بنا تشرفونا بولاية وهران لأنها منطقة تاع أجداد تراثية. لازم دائما الحاجة، واحد النصيحة لي وليكم إن شاء الله أحباب، لازم دائما نشوفوا بحاجة مليحة، ما نشوفوش دائما حاجة ناقصة، لأن العقل عندما يتقبل حاجة ناقصة غادي يفشل.
كي تقولها باللي في ولايات كذا ولايات كذا ولايات كذا غادي يفشل، بصح كي تحط منتج في راسك بلي ان هذيك ولايه فيها شو كما قلنا ولاية أضراب مكة المكرمة أي ولايات، وفي وقت الصحابة كان الفسق لابد الفسق من لابد الفسق، دائما ننظر من الأضعف إلى الأوسط إن شاء الله. يكون في الحاجة شابة. حبيت نسقسك سؤال ثاني واحد آخر، هذاك خوتي الناس اللي تحب تجي مع عائلاتها، كان خوتي تاع نساء الناس اللي زعما أنا في بن بديس مسجد بن بديس اللي يحبوا يزوروا الجامع هذا، كان خوتي تاع نساء يزوروا وكنتي تاع رجال ولا؟ لا ما كان مخصص غير الزيارة تاع الرجال. أنا مخصص إلى رجال ونساء وأطفال. اسمع أي إنسان يحب يزور المكان هذا تنصحه زيارة هذا المكان. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. أن الزيارة مخصصة فقط بشروط، يعني بعد الصلاة بإذن الله، يعني يكونوا رجال هنا ما يدخلوش النساء، بعد ما يتوجهون الرجال يفيتوا غير وقت الصلاة، بعد الصلاة عادي. ربي يحفظك وشكرا عليك. بارك الله فيك، جزاك الله خير. عليك. أنا وإياك إن شاء الله. بارك الله فيك. ربي يحفظك. بارك الله فيك. السلام عليكم. خوتي كيما شفتوا الله يبارك، هذو الناس اللي تفتخر بهم في وهران واللي يدخل باللي صح تلاقيت بناس وهران كيما هذو الله يبارك عليهم. من أهم المعالم كي تزور وهران لازم تزورها هي قاعة الثيران. هاي خوتي. شوف خوتي كي تدخلوا ليها تقدر تطلع للفوق. شوف هاي الدخلة تاعها كيفاه. هاي وهذه ساحة الثيران تأسست في 1890 وكملت التوسيعات تاعها وكل حاجة في 1954 باش نكونوا متفاهمين في لي دات. وهذه اسوها لي فرنسي بزاف دايرين في بالهم بلي اسوها الاسبانيول وهي معلومة خاطئة. هذه اللي تشوفوها يا خوتي اسوها لي فرنسي، وهذه كانوا يديروا فيها اللي يطروا يتضاربوا الاخر. باكت الجزائر هذه الرياضة منعتها كما العادة، الرياضة بعد الاستقلال ولاو دايرينها قاعة تاع حفلات وعروض فنية وهذا السوالف. لهنايا هذو من كانوا يحطوا لي دار. شوفوا خوتي هذا هو المكان. من البيبان تاعهم شو الله يبارك شحال كبار. شوفوا كيف تفتح. كانوا يخبوهم من هنا. شوف خوتي هذه الباب هذه شوفوا، هذا قال لك لي طراس تاعها شوفوا طلع يضر. وها كيما لاحظت في هذه البلاصه دايرين شنابر بزاف تاع لي طر. هاي من يخرج ولا هنايا يخرجوا هكا، يخرجوا هذيك الحلبة اللي هنا شوفوا تسمى لهنايا من ثم يخرجوا الطرف. خالتي الساحة هذه راكم تسمعوا فيفا الجيري. كتسمعوا الصوت كيف راه يتعاكس كي تهدر كاش حاجة راح يتعاود. زاكي ترافل شو هاي خالتي هذه داروها علاه باش كي تكون كاش حاجه هنايا يكونوا لي سبورتور يسمعوا مليح. شوفوا خمولات خميمه مليحه. كي تدخلوا حربة الثيران راح تلقاو بزاف صوالح كيما هكذا. السلام عليكم مدام. وعليكم السلام، مرحبا بكم. الله يسلمك. تفضل هذا العود. هذا تاع واش ينتكال ولا؟ لا هذا يحطوه في العود تاع المبخرات، عود البخور هذا. تاع ايوا هذا تعلمته في السعوديه. الله يبارك. ودرنا لي ريشيرش تاعنا ودرناه ماده اوليه جزائريه. هذا الجيريا. اوليه جزائريه كل شيء ناتورال ما فيش لي برودوي شيميك. من الطاقه الايجابيه للتركيز، استرخاء للنوم،
مليح بوكو بلوس للاطفال تاني باش يركزوا باش ينجموا يحفظوا ويحلوا جماعة الباكو البيا ما كنت تسمعوا يركزوا باش يحلوا التمارين. هذه عن تجربة ولا؟ عن تجربة. ديرنييرمون راهم ينصحوا بها لي دكتور، راهم ينصحوا بها الاطفال مرضى التوحد باش يعالجوا به. الله يبارك. هذا شغل يروح للسيستم نيرفو يعطيك استرخاء. وهذا يسخن ولا وش يدير؟ استرخاء للاعصاب. واش تحسي كي؟ استرخاء. انت كي غادي تشم غادي نعطيك تشم هذا، كي غادي تشم دير فوالا غادي كي تشم دير خوتي ريحته شابة وقاطعة. تفضل. هذا عطر مذهلة. غنشم بزاف. هذا ريحته خير. هذا ريحة مذهلة صغيرة. هذا ريحة الورود، ريحة المدينة تاعي. مدينة الورود. تفضل. وهذه وشنو؟ هذه أمير العود. شم تشوف. تسمى ليها كي تعطيها لي عندها ريحة قاطعة أكثر خوتي. فوالا. قاتلكم للاسترخاء. هذا مليح بزاف الطاقة الإيجابية للاسترخاء، أونتي ستريس. حنا كاع النهار وحنا في الستريس ولا بريسيون، كي الكبير كي الصغير. دير ميزاجو، كي دير ميزاجو حط شوية عود واستمتع. وراكي توجور لهنا؟ توجور هذا هو البوكس تاعي. خوتي مرحبا بكم عندها ودعموا المنتوج الوطني. الأماكن الرئيسية اللي لازم تضيفها للبرنامج تاعك كي تزور مدينة وهران هي الواجهة البحرية تاعها. هاي فلوندوفر. هاي خوتي نمشيو من برا البلد. خوتي أخونا العزيز تلاقيت به في وهران وكنعطيكم معلومات عن البلاصة هذه. السلام عليكم. عندنا وهران نير كارتي لونطار، عندنا ريفالات، عندنا سيدي محمد، عندنا بيلبي. واش تشوف لونتمار ولا ميرامار؟ عامية نير كارتي. تنصح الناس يزوروها يديروها في البرنامج تاعها؟ تنصح الناس يديروها في البرنامج السياحي تاعها يديروا الوهران؟ البرنامج السياحي تاعها يديروا في ريفالات، يديروا في سيدي محمد. كي تجي طالع من مع الباساج واللي كمل راح تولي غير طلع. باب فيه حفلات، فيه المعمل، من بيلبي، من الشطار. شي غادي يصوروا فيه بزاف. الله يبارك. فلوندمار تشوفها تاع الليل ولا؟ آمين. وفلوندمار تشوفها في الليل ولا في النهار؟ لا في الليل، في الليل حاجة أخرى تاك الشغل عايش في الإنجليز. تسمى اللي حاب يجي لندن يجي في لندن. نعم. هاكو سمحتوا خوتي مرحبا بكم في وهران. مرحبا بكم عندنا في وهران. الله يفتح عليكم. صحيح خويا العزيز. شكرا. يخلوك. المناطق كي تزور وهران لازم تزورها بلاصه يتصوروا فيها الناس بزاف. هذه البلاصه خوتي تشوفوا الناس بزاف تجي تتصور وكل انسان يجي لوهران يتصور فيها. هذه البلاصه واش قصتها؟ انه هذه البلاصه هي اللي وصلت الراي للعالميه. جميع واحد غنى راي وصل للعالميه قدام الاستوديو هذا، على بها تلقى بزاف يجي يتصوروا فيها هنايا. مدينه وهران مدينه مشهوره بالراي. خوتي دوك حنا طالعين اهم معلم في مدينه وهران صح سانتا كروز مع خونا منير. هنا رانا في سيد الواري. ساتيام هاي الساتيام تاع بكري. واش قصة كاين سيد الواري من بعد تبدا تطلع البوداس. واش قصة سي الهواري هذا؟ واش يكون بالنسبة كاين الوالي هنايا الناس تجي تزور بكري. والي صالح؟ والي صالح مازالوا يزوروه ولا؟ مازال يزوروه هنايا سيد الواري. وحسن هذا تاع سانتا كروز تشوفوا من أكثر المناطق السياحية في مدينة وهران. كيما انت تشوف ناس بزاف هاي خدمتك تطلعوا تهبطوا. يجوا الناس من هاك وهاك، ما كاش بلاد اللي ما تجيش سانتا كروز. وتشوفوا معلم سياحي لازم نحافظوا عليه. باينه هذه بوداس. واش قصة بوداس؟ سبيطار بكري. سبيطار؟ سبيطار بوداس معروف. قال لك اللي ما طهرش هنا في سبيطار بوداس ما يقول لكش انا ولد وهران. تسمى وهرنا تاع الصحة ولا؟ كاع طهروا هنايا. سانتا كروز منطقة آمنة ولا الإنسان يخاف؟ لا هم دايرين لي جوندام، الحماية المدنية، لا سيكيوريتي. تسمى منطقة أرواحها وما تخافش. البارح أنا ما هوتش من سانتا كروز حتى الزوج تاع الصباح. تسمعوا خوتي باسكو بزاف تداعيات على المنطقة هذه باللي فيها الريسك والآخر. بكري كانت شاطروك ما كان لا ريسك الحمد لله. ما تأمنش عقلك. الله يبارك. سمعتوا خوتي
تسمى الانسان اللي يحب يديرها في البروغرام تاعو يديرها بلا ما يخاف ويجي وحده. ليل ونهار هنا دروك. الحمد لله ربي يدوم من العام. امانه. خوتي وصلنا لاهم معلم في مدينه وهران اللي ما كاش كيف تزور وهران ما تزوروش، هو صح سانتا كروز. ها خوتي عنده الطلعه هذه دوك نطلعوها وتشوفوا كيف داح كي تكون طالع في سانتا كروز حاجه شابه. شو المنظر خوتي الله يبارك، شو المنظر اللي تكون طالع لهنايا كمين كانوا يمشوا مش نابر توا هذا مش نابر. الصالة ما كانت شوفها. الحاجة المليحة في الحصن هذا شوفوا المناظر خوتي الله يبارك، شوفوا المناظر اللي قابلوها يقدروا يشوفوا وهران كامل. ومنها شوفوا خوتي هذه الصالة من يريحوا، وهذه اللي هنايا هاو الحبس تاعها. هذا هو الحبس تشوفوا خوتي هما مسكرينو هنايا بصح هاي نظرة خفيفة عليه. الحبسية تاعهم كانوا يحطوهم هنا الصانيتير تاعهم تشوفوا الصانيتير. هنا لاطيراس تاعهم هذه شو لاطيراس اللي كانت في الحصن هذا تشوفوا. شوف خوتي باش نعطيكم معلومات خفاف، هذا الحصن تأسس على يد الإسبان في القرن السادس عشر، وكانت المهمة تاعو أن يحرس مدينة وهران. على بها راح تلقاه فوق جبل يطلع على وهران كامل، كانت المهمة تاعو يفيزيتي وهران كامل ويحرسوه. عمر ما تكملوا من سانتا كروز عندكم هذه كنيسة سانتا ماريا. خوتي في لافي تاع الفيديو ما بقى لي غير نقول لكم ما تنساوش تدعمونا بجام ابوني واكتيفي لاكروش باش يوصلك جديد تاعنا كامل. رانا دايرين سلسله شابه بزاف في لاشين وهي تعرف بالمدن الجزائريه السياحيه اللي راح نكتشفوا اجمل المدن الجزائريه راح تلقاوها في لاشين تاعنا. ما تنساوش تشوفوا الفيديو هذا خوتي. سلام.